صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين وكل عيد أضحى وانتم بخير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، هي وصفة من وصفات عيد الأضحى، الراعي الرسمي لعيد الأضحى كله. صينية الرقاق. صينية الرقاق دي سهلة جدا وليها تكة بسيطة. علشان نعملها هنحتاج ايه؟ معايا هنا لحمة مفرومة، معايا بصلتين متقطعين كارو، معايا معلقة واحدة صلصة، ومعايا فلفل اسود وشوية قرفة وشوية زعتر وملح، وطبعا الرقاق انا كنت عملته معاكم قبل كده، نص كيلو هيعمل لك كمية حلوة قوي. لو انت عايزة تشتريه ومش عايزة تعمليه في البيت برضو هينفع، بس هو في البيت بيبقى اقتصادي اكتر. وطبعا بتبقى الرقاق زي ما انت محتاجة، حجمها صغير كبير، يعني الافضل انها تكون صغيرة طبعا علشان ما تكسريهاش. الصينية اللي انا هعملها صينية مقاس 28، هتحتاج من نص كيلو لحمة. لو انت بقى طبعا عايزة تزودي اكتر من كده ده اللي يريحك. الوصفة سهلة جدا وبسيطة، ينفع نعملها على طول، مش في العيد بس، طول السنة، يعني مش هتاخد مننا وقت خالص. وحجم الرقاق زي ما قلتلكوا كده لازم يبقى صغير. اول حاجة هنا هجهز العصاج بتاعي في مقلاية كده، اي مادة دهنية انت بتفضليها، عايزة تحطي زبدة، عايزة تحطي سمنة، ايه اللي يريحك. هبتدي كده ادي اللحمة المفرومة بتاعتي صدمة على النار لغاية ما لونها يتغير. لو عايزة تنزلي بالبصل في البداية وتدبليه شوية مفيش مشكلة، انا بفضل ان اللحمة الاول تاخد صدمة وبعد كده انزل بالبصل. وفي ملاحظة حابة اقولها لكم، طبعا اللي يريحك اعمليه. المفروم او العصاج بتاع الرقاق بيفضل انه يكون وش واحد، يعني لما تشتري اللحمة من الجزار ما تبقاش وشين، ما تبقاش ناعمة قوي، الافضل ان هي تكون وش واحد، ده الانسب للرقاق. هنزل كده بالبصل الكارو بتاعي، ويستحسن انه ما يكونش ناعم، الكارو افضل. هبتدي كده اسوي الاتنين مع بعض، البصل واللحمة، لغاية ما اللحمة تستوي والبصل يدبل كده ويبقى لونه حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. وصفات العيد دي وصفات حلوة بتملى البيت خير، بتملى البيت ريحة جميلة، يا رب دايما تكونوا بخير. هنا هجهز معايا البهارات اللي قلتلكوا عليها، وكمان شوية اللي انا بشاور لكم عليها دول شوية كبابة صيني وزر ورد. الكبابة الصيني مفضلة جدا جدا للحمة، يبقى اللي زودته على البهارات اللي انا قلت عليها شوية كبابة صيني وشوية زر ورد. وهنزل كمان بمعلقة الصلصة بتاعتي، وحوالي معلقتين 3 اقل من ربع كوباية مية علشان اللحمة بتاعتي تستوي. كده خلاص اللحمة بتاعتي بتجهز، وجهزت شوربة اهو زي ما انتوا شايفين ومتبهرة، والرقاق بتاعي. دلوقتي بقى انا هبتدي اطبق الصينية بتاعتي بعد ما العصاج بتاعي خلص. الصينية دي زي ما قلت لكم مقاس 28، هبتدي كده ادهنها بالسمنة عشان طبعا الرقاق ما يلزقش في الصينية بتاعتي، وهبتدي ابل الرقاق. والمكون اللي هيخلي الرقاق بتاعك مورق وحلو جدا وطري مهما الصينية قعدت عندك، مع ان هي طبعا مش هتقعد، هتديكي طعم وتست هايل جدا، هقول لكم عليه دلوقتي. حاجة كده تحفة جدا. دي كوباية زبادي، الزبادي ده انا كنت عاملاه في البيت، وكمان معايا معلقتين سمنة كبار. الزبادي والسمنة دول هخلطهم مع بعض، وهبتدي ادهن الطبقات بتاعة الرق بتاعي. لو انت مش عايزة تحطي زبادي مفيش مشكلة، ادهني سمنة عادي، لكن الزبادي بيديلها طعم وطراوة حلوة جدا جدا جدا. ودي التكاية او التست العالي قوي لصينية الرقاق. الطريقة دي اعتمديها عندك، لو عندك عزومة، لو عندك ضيوف، لو حابة تدلعي ولادك، هتعملي الصينية بالطريقة دي هتعجبهم قوي قوي قوي. هبتدي هنا بقى ابل الرق بتاعي واحطه في الصينية علشان اطبقها. ولو حابة برضو تخليها غنية اكتر، ممكن تجيبي كوباية لبن حليب وتضيفيها للشوربة، او انك تجي في الاخر خالص. هقولك برضو على ملاحظة حلوة ممكن تعمليها في نهاية الصينية خالص لما تقفليها خالص،
كل التكات والملاحظات دي بتخلي صينية الرقاق بتاعتك تستوي عالي قوي، وكأنك مشتريها من بره، بس انتي لو عملتيها في البيت هتطلعيها احلى. هنا بقى هبتدي احط في كل طبقة من الطبقات بتاعتي الخلطة اللي انا عملتها من الزبادي والسمنة. هتفضلي على كده لغاية ما توصلي لنص الكمية، وتنزلي بالمفروم بتاعك او العصاج، والصينية بتاعتك كده تخلص. الصينية المقاس 28 دي لو انت عايزة تحطي 5 وحدات رقاق من فوق و5 من تحت اللي يريحك. انا بفضل اني احط 4 و4، 8 وحدات بس، علشان يكون سمكها مناسب وما تكونش عالية قوي، وفي نفس الوقت تبقى زي الفطيرة كده خفيفة ومورقة. الناس اللي لسه داخلة المطبخ، الحاجات دي لو خلوا بالهم منها هتبقى حلوة قوي قوي. الصينية او الاكل وجعان فيه تكات كده، لازم ناخد بالنا منها. كده انا هنزل بالعصاج بتاعي. معلقة الصلصة كمان بتخلي لون وطعم حلو قوي قوي للحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكمل برضو هبل كده في الشوربة بتاعتي، وهكمل بنفس الطريقة. وبرضو انا عملت لكم رقاق حلو بالكاستر، برضو عملته من فترة على القناة، وكانت وصفة حلوة قوي قوي لو انتي عايزة تاكلي بقى الرقاق بتاعك حلو ومش حادق. الطريقة جميلة وهتعجب ولادك جدا جدا، لان هي سهلة جدا وبسيطة، وطعم الكاستر في الرقاق كان حلو جدا. كل طبقة كده تدهني هتديكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عيد أضحى وانتوا بخير. كده خلاص انا كنت خلصت الصينية بتاعتي. دلوقتي بقى لو انتي عايزة تحطي شوية سمنة من فوق زي ما انا حطيت كده حطي، مش عايزة تحطي سمنة او ما عندكيش وعايزة برضو تخلي الوش بتاعها احمر، هتاخدي شوية من وش اللبن، القشطة، اللبن الحليب اللي احنا بنجيبه ده وبنغليه في البيت، هيعمل معاكي وش. لو خدتي معلقتين ومعلقة لبن ودوبتيهم خليتيهم كده قوامهم سائل وفردتيهم على وش صينية الرقاق، هيدولك لون هايل جدا جدا جدا. دلوقتي الفرن بتاعي لازم يكون سخن على درجة حرارة 200، وهدخل الصينية دي في الرف الأوسط مش في البداية. هتستنى في الفرن حوالي يعني 12 15 دقيقة، هتخرج لك بالطريقة الحلوة دي. يا رب الوصفة تعجبكم وتعتمدوها وتطبقوها. كل سنة وانتم طيبين. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي وكل جولة بعملها. يا رب دايما تكونوا بخير. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الطريقة بتاعت الرقاق المرة دي.